40,000 ملك، سعد بن معاذ. وأيضا أسلم على يديه الذي بكته الملائكة، سعد بن عبادة. مصعب بن عمير أول سفير الإسلام أعطر أهل مكة كيف عاش وكيف مات. وفاة مصعب ومشهد تكفين مصعب، كل هذا نعيشه اليوم معكم، وأسعد أن يكون ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور مجدي عبد الغفار، الأستاذ بجامعة الأزهر ورئيس لجنة الدعوة بالجمعية الشرعية. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا بكم، مرحبا بكم، حياكم الله. وحينما نقول أننا في عصر الشباب وفي زمن الشباب، نستعيد شباب الماضي والشباب الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منهم مصعب. هذا الشاب الذي كان إذا مر في طريق ومضى، ومن أتى بعده في هذا الطريق يعلم أن مصعب مر في هذا الطريق بسبب عطر مصعب المميز. هذا الذي كان منعم. مصعب عاش في رغد العيش كما يقولون، أسرة منعمة، أسرة يعني تحيا زي ما بيقولوا بلغتنا دلوقتي أسرة غنية، ولكن ترك كل هذا ودخل في الإسلام ومات ولا يوجد له غطاء. يعني كفن مصعب لو شدوه على رجليه كان يكشف رأسه، ولو شدوه على رأسه كان يكشف رجليه. مصعب بن عمير هذه القصة من الشباب الذي يجب أن يقتدي به الشباب في هذه المرحلة. نبدأ بمصعب قبل الإسلام، كيف كان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحمده سبحانه وأستعين به وأستهديه وأسأله من فضله العظيم، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اهتدى بهديهم وصار على نهجهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. أما بعد، فما زالت الحلقات تتوالى حول وقفات من سيرة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. الحقيقة أن الحديث حول الصحابة يجعل المرء يعيد حساباته في أمره وفي مواقفه، ويجعل الإنسان المسلم يقف في مرآة صحيحة يرى أخطاءه. مصعب إن أردنا أن نتحدث عنه فهو الفتى القرشي المدلل المنعم المترف، كان يعيش بين أبوين محبان له كثيرا. عمير كان يحب ابنه كثيرا، وخناس بن مالك أم مصعب كانت محبة لمصعب، لكن كان لها من الهيبة في قلب مصعب ما لا يوجد في أحد من أهل مكة، حتى ولو اجتمع أهل مكة جميعا. ولها قصة أيضا، يعني والدة مصعب سيدة خناس يعني حبسته حين أسلم. نعم. يعني وربطته في هذه الهيبة. يعني كان لها هيبة في قلبه، كانت شديدة، كانت غليظة في التعامل. فالحقيقة في وسط هذا كان في رغد من العيش، ونتصور التغير هل يحدث أو لا يحدث، أو التغيير يحدث عند مكانية، هل يستطيع أو يرجى منه الخير بالفعل ويتغير. قلنا إن الإسلام يدعو إلى هذا، والإسلام لا يعرف اليأس. وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالإنسان لا ييأس من أي عاصي، الإنسان لا ييأس من أي إنسان حتى على غير دينك، فربما رزق كلمة طيبة فكانت سبيلا لهدايته.
حب والديه، رغد من العيش، له من السمعة ما يتمناه حسان أهل مكة وما يتمناه القوم خطيبا لإحدى بناتهم، فكان له مكانة. وكما ذكرت يا أستاذ هاني، تتوج بحضور مصعب، فكان له وصل إلى مسمع مصعب كما وصل إلى غيره. ولو تذكر حينما تحدثنا عن كيفية إسلام سيدنا عمر وقلنا أراد أن يسمع وأن يدقق وأن يصل إلى الأمر بنفسه لا صحيح. يساق، كذلك مصعب. كان يعني كان له، وكان أيضا يستمع أو يتسمع لما يقولون. نعم. هل بالفعل كان مصعب كذلك؟ بداية يتسمع لما يقوله أهل مكة من أعداء الدين في نبي الإسلام، والتسمع هذا ساري في معظم الصحابة الذين أسلموا، ما صار كغيره خلف نعرة الجاهلية، ولكنه ذهب في هذه الدار العامرة التي فرخت رجالات الأمة. صحيح. فانضم إلى قافلة رجال الأمة، هذه المدرسة أو مدرسة الرجال. نعم. ولما كان الأمر سرا فلم يره أحد، فكان يذهب إلى دار الأرقم ويتردد على بيت يا أمه، وأخبرها الخبر فجن جنونها، فلما وصل الأمر إليها ما استطاعت أن تحتمل، وأرادت أن تضرب ابنها، لكنه المدلل المحبب إلى قلبها، ومصعب صاحب الحسن والجمال وده بداية الابتلاء. الحقيقة الإسلام ليس ظهورا وعطورا وطريقا ممهدا أبدا. الإسلام يحتاج إلى رجال، والرجال في حاجة. الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أن يقولوا مجرد القول وهم لا يفتنون. فالابتلاء بدأ وهو كغيره. ويقطعون ويقتلون. عامل البيئة، العامل المساعد على جرعة الصبر عند مصعب. البيئة عامل مهم
حينما ترى المعذب بين يديك فأنت تحمد الله أن الذي نالك أقل مما ناله. منع المطعوم والمشروب إلا ما يقتات به على حياته، والتجرد التام جرد مما هو فيه من نعيم. المال ومن الطعام ومن الشراب، من رغد العيش ومن الترف الذي كان يحياه حتى يعود إليها. هل هذا كان المقصد؟ هي علمت بإسلامه وبالفعل أسلم، لكنها كانت تهدده على أن يعود فتقول لا أكل ولا أشرب وتعير بي حتى تعود إلى هذا الدين. سأمنعك من المطعوم والمشروب، سأمنعك من ومكانة الشباب ووصول الشباب إلى درجة التجلد والتحمل والصبر. وهل بالفعل يستطيع الشاب اليوم أن يحتمل هل بالفعل يحتملون هذا؟ هذا شاب مدلل ينقلب إلى صورة أخرى تماما في بداية عمره، وفي بداية عمره الإيمان. حته مهمه كمان ان هو ما تعبش في بدايه حياته او كان النعماء وأذهب إلى الشقاء، ما لي أترك رغد العيش وأذهب إلى التعذيب والتنكيل. لا، خاصة ان الطرف ورغد العيش اللي هو فيه حاجة مادية ملموسة يحياها. نعم. اما الاسلام كان يبشره بالجنة وهي امر غيبي مش واضح قدام عينيه. لا فإن موعدكم الجنة. لماذا؟ لأن قد يطول بك الصبر فلا ترى من نصر المسلمين، من نصر الله للمسلمين، ما يشفى به قلبك ويشفي صدور قوم مؤمنين، ولكن فلا تصل إلى هذا. صحيح. ولكن في النهاية هو أمه وفي غفلة من الحراس لما سمع بمهجر أصحاب النبي الهجرة الأولى إلى الحبشة. الهجرة الأولى بالظبط كده. وهاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة ولحق بهم وهو الابن المنعم. خذ بالك. صحيح. المنعم. صحيح. ساعيا على قدمه تكبدا عناء السفر. أصبحت الخشونة إلى شباب قد ترى فيهم الاسم شباب ذكور والهيئة خلاف ذلك، كما قال الذي انتقد هذا وعتب عليهم: شباب النيل يا زين الشباب، يا أشبال أساد غض. يلعب طاولة جالس طول الليل، شيش بيش جنة ما فيش. وده عتاب يعني كان مقبول في حين يعني. لا ولكن ما زال يعني ما زال، ولكن يعني صورة الشباب مجملة، ولكن